حكمة اتعلمتها طول حياتي. عمر الناس ما بتحس بالناس. عمرك ما هتحس بقيمتك إلا لما يتقطم ظهرك. عمرك ما هتعرف غلاوتك إلا لما تقع في مشكلة. عمرك ما هتحس بقيمة أمك وأبوك إلا لما يروحوا منك. عمرك ما هتحس إنك ناجح إلا لما تقع من اللي أنت وصلت له. في حاجات كتير مش هتحس بنعمها إلا لما تروح منك. أنا ما كانش ليا غير عيل واحد، عبد الجواد. الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا ابني. عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن الضربة يوم ما تجيلي في أعز الناس وأغلى الناس. ابني، الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا تروح مني. عمري في حياتي ما حسيت بكسرة الظهر إلا لما ابني راح مني. يا رب، مش غيرك يا رب. ابني يا رب. أنا جعفر العمدة، وعمر جعفر العمدة ما اتكسر. ابني، ساعات في حاجات كتير ما بتحسش بغلاوتها إلا لما تروح منك. ساعات في حاجات كتير عمرك ما هتحس إنها نعمة إلا لما تختفي. الحاجة الوحيدة اللي كنت بتمناها من الدنيا إن أشوف ابني قدامي بيكبر زي أي أب. إن أشوف ابني قدامي بيكبر وألاقيه رايح يشرب سجاير وأقول له أنت بتشرب سجاير، ضربه على وشه وأقول له ما تعملش كده تاني، وأنا أبقى عارف إن هو بيعمل غلط. أبقى شايفه بيكبر قدام عيني وأنا عمال باصص له، وأشوفه بيكبر سنة بسنة. نعمة كبيرة بحلم بيها طول حياتي بس ما جاتليش. يمكن عشان أنا أعطيتها حاجة كبيرة جدا، إن أنا حبيتها من قلبي. ده نايم. أكيد ربنا يعوض.